قالوها جماهير الاهلي في المدرجات. صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عايزينه. شفتوا اعظم جمهور بيغير على الكيان، عشان كده الاهلي بجمهوره نمبر 1. مباراة الاهلي وفيوتشر انا عارف من قبل المباراة انها مباراة معقدة. خصم ربما هو الاقوى من الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري بالنسبة لنا. اهداف اتلغت هنا وهنا. انت يا مركز رابع ليك صوت يوصل المركز الاول؟ حاجة غريبة. ثم ان اللي قاعد على الفار احمد الغندور، خالد الغندور، يعني اسم على مسمى. ليه ما تقولش ان خالد الغندور الحكم، حكم الفار بيلغي الاهداف عشان يخدم الزمالك لكي يقتنص مركز ارقى من الذي يجلس فيه بقاله فترة طويلة. يعني احنا بايدنا ايه؟ احنا اتغلنا اهداف وهم اتلغوا لهم اهداف. ثم لو ما حسمتش الدوري النهارده او الماتش الجاي هيتحسم على قفاك انت. جمهور الزمالك قاعد وكانه يعني هو اللي بيلعب ويقول لك احنا مش متابعين. جمهور الزمالك قاعد بيتلكك على الاخطاء ويقول لك الدوري ال 42 حرام. يا عم انت مالك انت؟ يعني انت مالك انت؟ والله العظيم حاجه غريبه جدا جدا جدا. الاهلي مش في حالته النهارده. القندوسي مش ظاهر، نزل قفشه. كهربا بعسلجه معاه شويه، مش مشكله. يعني احنا يا جماعه راضيين، مش هنمسك اللعيبه لا مؤاخذه هاتوا لنا كل ماتش 3 اهداف 4 اهداف. يا عم جد كولر ويعمل اللي هو عايزه. انت كزملكاوي استفدت ايه؟ يعني انت كزملكاوي استفدت ايه؟ يا الله. وبعدين الحارس المرمى بتاعك انت يعني جنش ومدركه ما جنش وعمر كمال عبد الواحد. اجيب لك مين تاني زملكاويه؟ محمد فاروق يا اخي اللي هو بيلعب وكانه عنده غل في بيراميدز قصاد الاهلي غلاوي، وفي كذلك فيوتشر. يعني اقول ايه؟ احمد عاطف شابوه، الولد جاب هدف. انا من وجهه نظري الاهداف ما فيهاش اي مشكله خالص. المشكله مشكله تحكيم. هل اللاعب هيمسك صفاره وحكم؟ لا. هل مجلس الاداره هينزل وحكم؟ لا. ياما انت استفدت باخطائك التحكيميه واخدت بيها كام بونت. لو انت ناسي افكرك. فبلاش تتكلم في الماضي بقى. ان شاء الله انا بتكلم والمباراه لسه ما خلصتش، باقي فيها زي تلت ساعه. ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. الاهلي يعني يقدم كوره ممتعه تليق بكيان الاهلي. ربنا يرحم صالح سليم ويرحم شهداء الاهلي ويرحم شهداء الزمالك، وان شاء الله نخلص من الدوري عشان نفضى لكاس العالم وغيرنا لسه في المركز الرابع. انا بشكركم جدا وبطلب من حضراتكم فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط بلايك عشان يصلك كل جديد. دمت في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.